السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة تالتة إعدادي، النهاردة معانا المحاضرة التالتة أو الحصة التالتة عشان نشرح الوحدة التالتة. ركز معايا، وحدة سهلة وبسيطة جدا ويعتبر من أسهل الوحدات السنة دي في المنهج الجديد. عايزك تركز معايا وما تروحش مني في أي حتة عشان تقفل معايا الوحدة التالتة. تعالى لي. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما نطولش. يونت 3 وبتتكلم عن زمن المستقبل البسيط. حبيبي وروح قلبي، هو يعني ايه مستقبل اصلا؟ دي حاجه في علم ربنا، حاجه لسه هتحصل. يعني المستقبل دي حاجه حصلت ولا بتحصل ولا هتحصل؟ يا مستر هتحصل. المستقبل ده حدث لسه هيحصل. انا بقى محتاج منك كلمه لسه دي، وما تنساش احنا مش هنشرح بس، هنشرح ونطبق كمان. طيب زمن المستقبل ده بيتكون من ايه؟ بص يا باشا، مبدئيا كده المستقبل ده بيتكون من will زائد الفعل فين؟ في المصدر. ولو عايز انفيه اللي هي كلمه will not واختصارها won't زائد الفعل فين؟ في المصدر. ودول جملتين بستخدمهم لو الجمله بادئه بالايه؟ بالفاعل. زهقنا بقى من قصه الفاعل دي وقلنا الفاعل ده هو اللي هيعمل. خد بالك انا قلت المره دي هيعمل مش بيعمل، لان بتكلم عن المستقبل. جدع يا اللي مركز معايا. الفاعل ده هو اللي هيعمل الحدث او هيعمل الحاجه. يعني الفاعل ده يعني يا مستر لما اقول لك مثلا علي ده هو الفاعل اللي will solve problem، هو الفعل يحل المشكله. لما اقول لك مثلا مام هي الفاعل اللي won't cook food، هي الفعل اللي مش هيطبخ الطعام. لما اقول لك هبه دي هي الفاعل اللي will visit city، هي اللي هتزور المدينه. يبقى كل دي جمل بدات بالفاعل اللي هيعمل، اللي will solve، اللي won't cook، اللي will visit هو اللي هيعمل. طول ما الجمله بادئه بفاعل يا حبيب قلبي فالجمله بتتكون من will والمصدر، ولو عايزا فيها يبقى won't والمصدر. طيب انا عايز اعرف امتى استخدم المستقبل، يعني بصفه عامه امتى استخدم المستقبل، بس مش هقول لك دي دلوقتي. تعالى بقى اقول لك لو الجمله بدات بالمفعول نعمل ايه. لو الجمله بدات بالمفعول يعني بدات، ايوه جدع، بدات بالحاجه اللي هتتعمل الحاجه اللي هتتعمل، يبقى لازم استخدم بعدها will be وتصريف تالت. ولو عايزا فيها هتبقى won't be وتصريف تالت. يبقى جملة بدأت بالفاعل يبقى will والمصدر، أو won't والمصدر. بدأت بالمفعول يبقى will be بحط be وتصريف تالت، أو won't be وتصريف تالت. مفيش أي حاجة خالص. طب يا مستر أنا عايز أبني الجمل اللي فوق دي للمفعول، أبنيها للمجهول. هنا أهو، أنا هنا مبني للمجهول، انا عايز ابني المجهول يعني لازم ابدا الجمله بالمفعول. طب ما المستر قال لي قبل كده ان المفعول هو الكلمه اللي بعد الفعل. الفعل ويل فيزيت هو زار ايه؟ الفعل وينت كوك هو ما طبختش ايه؟ الفعل ويل بلاي هو هيلعب ايه؟ الفعل ويل ستادي هيذاكر ايه؟ الكلمه اللي بعد ويل ستادي وويل فيزيت وونت جو وونت ترافل الكلمه اللي بعد الفعل. ما هو الفعل ويل ومصدر ده الفعل، الكلمه اللي بعده هي دي المفعول. بس يا باشا خلاص عايز ابني المجهول، يبقى انا هقوم قايل كده اهو بروبلم، المشكله. هي المشكله ينفع تحل ولا بتتحل؟ صح. هو الشعر بيقص ولا بيتقص؟ لا ده بيتقص. العربيه بتصلح ولا بتتصلح؟ اي حاجه بتتعمل سواء عاقل او غير عاقل. يعني ممكن الطلبه يتدرس لهم، ممكن الناس تدعى على حفله مثلا، ممكن الحرامي يتقبض عليه، يعني ممكن العاقل يكون مفعول عادي. طيب المشكله هنا will be solved، المشكله هنا مفعول يبقى will be solved by علي
لما اقول لك مثلا فود الطعام won't be cooked مش هيتطبخ by mom. لما اقول لك city المدينه will be جدع اللي بتحل معايا will be visited by هبه. يبقى الجمل كلها بدات بالايه؟ بالمفعول. الجمل اللي بدات بالفعل جه بعدها will والمصدر او won't والمصدر. جمله بدات بالمفعول يا حبيب قلبي يا صديقي العزيز لازم يجي بعدها will be وتصريف ثالث. يبقى will والمصدر لو بدات بالفاعل اللي هيعمل. بدات بالمفعول يبقى won't be وتصريف ثالث، مفيش اي مشكله. طيب تعالى في النص هنا اهو نتكلم عن الكلمات الداله. الكلمات اللي بختار بيها زمن المستقبل. ايه هي الكلمات ديت؟ بص يا قلبي ويعني بص يا حته مني، اللي هي كلمه next، يعني لما اقول لك next week next year السنه الجايه الاسبوع الجاي. لما اقول لك كلمه tomorrow اللي هي معناها غدا. لما اقول لك كلمه in the future في المستقبل لسه حاجه هتيجي. لما اقول لك ان زائد اي سنه جديده، كل دي كلمات في المستقبل سواء بقى كوريكت او اختياري او ريرايت. لما يطلب كلمه زي دي او تلاقي كلمه زي دي اجري واعمل المستقبل، سواء كانت جمله بادئه بفاعل يبقى ويل والمصدر، بادئه بمفعول يبقى ويل بي وتصريف ثالث. دنيا جميله، دنيا سهله، بس انت قرر هي بادئه بفاعل ولا مفعول، عشان لو بادئه بفاعل هتبقى ويل والمصدر، بادئه بمفعول يبقى ويل بي وتصريف ثالث. سهله. لا تعالى لما يقول لي كده دنيا جميله اهي. لما اقول لك ماي فاذر ابويا ووشز كار، ابويا بيغسل العربيه. قال لي حول الجمله دي للمستقبل. هيقول لي حولها للمستقبل ازاي؟ قام قايل لك استخدم نيكست ويك. اقول له عادي ماي فاذر اهو ويل ووش، حولت ووشز بقت ويل ووش كار نيكست ويك. كل الحكايه انه لما يطلب كلمه داله استخدم الزمن بتاع الكلمه داله دي. قال لك هات كلمه داله استخدم الزمن بتاع الكلمه دي، ما تبقاش مغيب كده، ركز. جمل سهله تمام. تاني جمله بدات بفاعل يبقى ويل والمصدر، بدات بمفعول يبقى ويل بي وتصريف تالت. امتى بختار المستقبل بشكل عام؟ لما الاقي الكلمات دي. نيجي بعد كده لصيغه السؤال في المستقبل، سواء الجمله بدات بفاعل او مفعول. تعالالش تروحش في حته. صيغه السؤال، السؤال عندنا بيتكون من اداه زائد ويل. لو لقيت بعد ويل الفاعل اللي انا بساله اهو لازم تجيب فعل في المصدر على طول. يعني لما اقول لك كده where will she watch فيلم، أين سوف هي الفاعل اللي هيتفرج على الماتش اهو. امتى when will she travel أليكس، امتى هي الفاعل اللي هيسافر اسكندريه. كله بادئ بفاعل اهو. طب تعالى بقى نشوف لو الجمله بدات بمفعول، هنقوم قايل لك الاداه زائد ويل زائد المفعول. شوف لو في فاعل جبنا ويل والمصدر، اما لو في مفعول يبقى بي وتصريف ثالث. يبقى سواء جمله او نفي او سؤال طول ما في فاعل ويل والمصدر، في مفعول ويل بي وتصريف ثالث. سواء جمله او نفي او سؤال في فاعل ويل والمصدر، في مفعول ويل بي وتصريف ثالث. والله سهل. طيب تعالى يا باشا اقول لك على حاجه حلوه. في ويل في مفعول يبقى في بي وتصريف ثالث. تعال نبني الجمل دي للمجهول.
يعني الجمل دي قام قايل لي استخدم كلمه بي. والله العظيم قال لي كده استخدم كلمه بي. يبقى انا هقول له اهو where will match امتى؟ الماتش سوف. هو الماتش هيتفرج؟ لا، ده هيتشاهد، يبقى بي واتش. انما هنا لما كانت شي خدت واتش على طول. السؤال اللي بعده اهو when will برضه أليكس امتى اسكندريه. اسكندريه اللي هيتسافر؟ لا، ده هيتسافر اليها، يبقى will be traveled. يبقى طول ما بقى جاي بعد الاداه فاعل هات فعل في المصدر يا باشا اهو. جاي مفعول ماتش واليكس هات بي وتصريف ثالث. بس خلصت. هي دي القاعده كلها والله العظيم، هي دي قاعده المستقبل. مفيش اي حاجه غير كده، هو ده قاعده المستقبل. جمله بادئه بفاعل will او want ومصدر، بدأ بمفعول will be او want be وتصريف ثالث. في السؤال في فاعل هتساله will والمصدر، في مفعول بتسال عليه يبقى will be وتصريف ثالث، سواء الجمله بقى ده كانت اختياري او كوريكت او رايت. احنا بنتكلم كتير ليه؟ طب ما تيجي نشوف. هنشوف ايه؟ هنحل يا باشا مع بعض ونطبق. يلا يا باشا اهو. يلا يا باشا. ادي يونت 3 نتكلم. يلا. ذا بروبلم المشكله. مالها؟ بتحل؟ لا، ده بتتحل. يبقى will be served. تمام. all students الطلبه هي اللي هتدعو؟ لا، ده الطلبه بتدعى. يا مستر ده الطلبه عاقل وايه يعني؟ بس الطلبه هنا مفعول يا قلبي، الطلبه هنا مفعول، يبقى لازم ناخد will be وتصريف ثالث. يالا طيب ذا روم الاوضه، هو حط لك بي وتصريف ثالث، يعني بيقول لك حس على دمك. وهتكون سايبني احل لوحدي؟ لا يا حبيبي، وانا شو ما قلتلكش؟ وقف يابا، وقف يابا وحل يابا، وقف يا ضناي وحل يابا، كسف على دمك كده، وبعد كده ارجع راجع معايا تاني. ما تنساش والنبي بالله عليك، استغفر الله العظيم يا رب، ما تنساش يا حبيبي. تعال. لانش الغداء سوف يقدم الساعة 1، يبقى will be لازم يجي بعدها تصريف ثالث، يبقى served. نيو هوسبيتال المستشفى الجديدة، مالها؟ أنا عارف والله إن الناس بتحل معاه وناس سبقتني كمان. will be وتصريف ثالث ستبنى. المدير هيعلن ولا يتعلن؟ لا يا ابني، المدير هو اللي هيعلن. يلا المدير هو اللي هيعلن النتيجة. هلا يبقى المدير هنا سيعلن، يبقى will announce. طيب the tickets التذاكر بتاعت الكونسرت، تذاكر الحفلة، مالها؟ سوف تباع. هو جايب لك sold اصلا تصريف ثالث، فانت محتاج قبلها will be اهي. the company الشركة هنا سوف تطلق. الشركة هي اللي هتعمل، مع ان الشركة غير عاقل بس الشركة هي اللي هتعمل، يبقى will launch. الجملة دي حلوة قوي. ده وينر الفائز في الجائزة سيتم اختياره. هو الفائز هو اللي بيختار نفسه؟ أكيد لا، الفائز سيتم اختياره، يبقى will be chosen. I promise أنا بوعد إن أنا اللي هرسل الإيميل. I will send. all the classrooms كل الفصول، مالها الفصول؟ هتتنظف، مش هينفع تنظف نفسها، يبقى will be cleaned. the students كل الطلبة هنا سوف تؤخذ او هتاخد الامتحان النهائي. يعني هيعملوا الامتحان، هيمتحنوا يعني، يبقى will take. طيب نيو لو قانون جديد عن اعاده التصنيع سوف ينص، will be passed لان القانون مش هو اللي هيعمل، برضه القانون بيتعمل. طيب my brother اخويا هنا هيوصلني، يبقى will drive me. اخويا برضه هنا هو الفاعل، يبقى لازم ناخد بعدها will والمصدر. طيب ده اكزام بيبر ولا الامتحان هنا، ولا الامتحان هو اللي هيصحح ولا يتصحح؟ يتصحح، يبقى will be checked. وقف وحل. طيب الاسيز بتاعتنا، المقالات بتاعتنا برضه هتسترجع will be returned. طيب we will احنا اللي هنستخدم we will use. the homework الواجب هنا برضه هيتصحح. ايوه حل معايا كده او حل سبق انت. will be corrected لان الهوم وورك ده مفعول.
طيب بابايا هو اللي هيصلح العربيه، بابايا ده طبعا فاعل، وعشان هو فاعل جدع اسبقني يلا. عشان تستفاد بالحصه لازم تحل انت. فيكس. طيب ذا نيو سوفت وير، البرنامج الجديد هنا هيتنزل يعني هيتركب هيشغل، حد هيشغله، يبقى برضه ده مفعول، يبقى will be installed. طيب our reports، التقارير بتاعتنا برضه سترسل، will be submitted. they will هم اللي هيطوروا البرنامج، هم هنا فاعل، they دي طبعا المفروض ان هم فاعل، يبقى will لازم يجي بعدها المصدر، يبقى develop. زي ماشين المكنه هنا هتتشغل خلاص، يبقى will be operated. هنا الماشين مفعول. نغير اللون، في ناس بتقول نغير اللون، ماشي يا عم. she will هي اللي هتجهز، يبقى she will prepare. طيب ده جفرمنت، الحكومه هتبني مدرسه جديده، عايزك تبني المجهول. طيب عشان ابني مجهول لازم ابدا بالمفعول. طيب هو فين المفعول؟ المستر قال المفعول اللي بعد الفعل، ده الفعل اهو، يبقى دي المفعول. يبقى انا هقول له نيو سكول، جدع حل لوحدك، will be built by the government. The company الشركة سوف تطلق منتج جديد، تمام؟ will launch a new product soon. كلمة released هي معناها هي كلمة launch دي يعني. فتبقى هنا هنقول النيو product will be released. يا ولاد كلمة released هي كلمة launch. will be released by the company. المشروع هنا will be finished هيخلص بواسطتهم الشهر الجاي. عايزك تحاول تبني المعلوم تاني، فانت هتبدا بالفاعل، الفاعل اللي هو الكلمه اللي بعد باي اللي هي زم، خلاص؟ يبقى بتتحول تبقى زي في اول الجمله، يبقى زي will be finished تتحول لويل والمصدر، يبقى will finish هم سوف يخلصوا the project. زم بتبدا بزي، ولو هي فيها هم يبقى تبدا بهي، ولو هي باي هير تبدا بشي، ولو هي باي مي تبدا باي. طيب المدرس هنا هيعلم الامتحانات، برضه عايز ابني المجهول، هبدا برضه بالكلمه اللي بعد ويل ماركس اهي المفعول اهي، يبقى ذا exams will be، واشيل لك كلمه مارك واحط لك كوريكتد، هي هيتصحح باي ذا تيتشر. وبكده نبقى خلصنا الوحده الثالثه كلها شرح وحل وتطبيق، حاجه سهله خالص. ويل ومصدر نفيها وونت، والمصدر ويل بي وتصريف ثالث لو الجمله بدأت بمفعول، نفيها وونت بي وتصريف ثالث. في السؤال لو بسال فاعل بساله يبقى ويل ومصدر، بسال عن المفعول يبقى ويل بي وتصريف ثالث. بس خلاص كده، اشوفكم على خير دايما ان شاء الله. ما خلصناش لسه، ورانا لسه مفاجآت كتير قوي ومراجعات كتير قوي. اشوفكم على خير دايما، اشوفكم دايما بخير برضه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.